السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والنهاردة هنعمل مع بعض رز باللبن. هنعمل مع بعض الرز باللبن زي بتاع المحلات بالظبط، والطعم في منتهى الجمال. يلا نسمي الله ونشوف المقادير ونشوف عملنا ايه. معايا كوباية رز مغسولة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، ومعايا 2 كيلو من اللبن. وطبعا لازم يكون اللبن كويس جدا وجايباه من عند اللبان وكامل الدسم. وبدأت طبعا افضي الرز على اللبن بالشكل ده كده، وهبدأ بقى ارفعه على النار. طبعا بعد ما حطيته على النار بالشكل ده كده، هفضل طبعا اقلب فيه تقليب مستمر علشان ما يلزقش معانا في ارضية الحلة، لغاية لما يبدأ يغلي معانا بالشكل ده. هبدأ بقى اغطيه واقفل عليه النار وهسيبه ساعة. انا خلاص بعد الساعة ما عدت بدأت افتح عليه بالشكل ده، يعتبر خلاص الرز معانا استوى. وبدأت طبعا اولع عليه النار تاني وهكمل سواه، وضفت عليه كوباية سكر. هنا بقى جبت كوباية من اللبن، بدأت أضيف عليها باكو من الكريم شانتيه، أو ممكن تحطي معلقتين من الكريم شانتيه بالشكل ده كده. وبدأت طبعا أدوبه على البارد قبل ما أحطه على النار. كده خلاص هبدأ بقى أضيفه على الرز. بدأت طبعا أحطه على الرز مع التقليب المستمر. بقى كانت عندي قشطة، بدأت طبعا أضيفها على الرز بالشكل ده كده، بيديها طعم حلو ودسامة حلوة أوي للرز. طبعا دي اختياري مش إجباري زي ما انت حابة. هبدأ بقى أضيف الفانيليا، طبعا أي كمية فانيليا انت عايزة تحطيها. ولو انت عايزة تحطي نشا ممكن تحطي معلقتين من النشا على نص كوباية لبن. انا ما حطيتش، انا اكتفيت بالنشا بتاعة الرز. وكده خلاص الرز معانا استوى بالشكل ده. هبدأ بقى اقدمه في كاسات، في اطباق، زي ما انت حابة. طبعا زي ما انت شايفة قوام الرز كريمي وعامل ازاي. كده خلاص بقى معانا بالشكل ده كده. لا اما طبعا تبداي تقدميه بالشكل ده، لا اما تزينيه. انا بدات اضيف له شويه فستق مجروش وشويه جوز الهند. كده خلاص جاهز معانا وبقى معانا بالشكل الجميل ده. بجد والله يا جماعة طعمه حلو قوي. طبعا طريقته سهلة وبسيطة، وما ضفناش عليه اي كمية مية خالص. بجد جربي الطريقة دي وان شاء الله هتعجبك، واستنى رأيكم في الكومنتات. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. بجد يا رب يعجبكم. ما تنسيش تعملي لي لايك وشير ومتابعة للقناة عشان يوصلك كل فيديوهاتي. واشوفكم على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.